كل حاجه حصلت في ثانيه من الثانيه للثانيه. عملاق اطول من 50 متر بيظهر فجاه قدام السور اللي بيتحاموا فيه البشريه. يا الهي، مشهد يحبس الانفاس بمعنى الكلمه. البشر واقفين مذهولين من اللي بيحصل وازاي ده كده. بوم، ضربه رجل من العملاق بيهد السور على دماغهم كلهم، وفجاه بالله عمالقه صغيره طولها اكتر من 10 متر بيهاجموا عليهم وبياكلوا فيهم. البشر عمالين يجروا ويصرخوا ومرعوبين من الاهوال اللي قدامهم. العمالقه بتجري وراهم وبتاكل فيهم الواحد ورا التاني. لكن كل ده حصل ازاي؟ وازاي العملاق ده ظهر فجاه كده؟ وايه هم العمالقه دول اصلا؟ تعالوا بقى نرجع ساعه واحده لورا. اول حاجه في 3 اسوار، ودول اللي بيحموا البشريه من العمالقه، او بمعنى اصح هم دول املهم في الحياه كلهم: ماريا، روز، شينا. كل سور من دول طوله 50 متر تقريبا، ومحدش من البشر بيقدر يطلع براه غير مجموعه واحده بس، وهي مجموعه فيلق الاستطلاع، ودول بيكونوا تبع الجيش. المجموعه دي الوحيده اللي بتقدر تطلع بس، وده عشان عندهم امل انهم يقدروا يتخلصوا من العمالقه دي، وبيدوروا على اي معلومات تفيدهم قدامهم. اما العمالقه دول بقى، دول كائنات تشبه البشر شكلا، يعني عندهم ايدين ورجلين زينا كده، لكن الوعي مش موجود تماما وعاملين زي الحيوانات وكده، وطولهم بيترجح بين ال 15 متر وال 20 متر. العمالقه دول ما بيتاثروش باي هجوم من مدفع ولا صواريخ ولا حتى رصاص، وظهروا ازاي وجم منين محدش يعرف لهم حاجه. نرجع بقى ونشوف بطل قصتنا واللي اسمه ايرين، ومعاه واحده كده اسمها ميساكا، وهي زي اخته كده وعايشه معاهم في البيت، والسبب ان اهلها ماتوا وهي صغيره. المهم حلم عمنا ايرين انه ينضم لفيلق الاستطلاع، وده عشان يخرج بره الاسوار ويعرف ايه اللي براها. لكن ميكاسا بتقول له انه ينسى الحلم ده، وبيجمع شويه خشب كده ومتجهين للبيت، لكن بيسمعوا صوت اجراس المدينه بترن، وبيعرفوا انه فيلق الاستطلاع رجع للمدينه. بيجري ايرين هو وميكاسا عندهم وشكله فرحان جدا، لكن بنشوف فيلق الاستطلاع وهو جاي ومتدمر على الاخر، اللي مقطوع ايديه واللي مقطوع رجليه، والموضوع اخر مجزره، وتقريبا كده نص الفريق مات. وواحده من العامه بتسال كده على ابنها، لكن بيديها الجندي ده دراع ابنها وبيقول لها هو ده اللي اتبقى منه. الست بتجي لها صدمه وبتاخد دراع ابنها وبتقع على الارض، وبتساله هل ابني قام بالواجبات اللي عليه اتجاه البشريه ولا لا؟ الجندي بيركع على الارض وبيقول لها بكل تاكيد ابنك قام بكل الواجبات اللي عليه، انا اللي كنت ضعيف وما قدرتش احمل فيلق بتاعي. وكل الكلام ده بيحصل قدام ايرين. ايرين واقف مصدوم، كان مفكر لما ينضم للفيلق هيعرف يحرر البشريه من العمالقه. بعدها بياخدوا الجندي ده وبيمشوا، وكمان ايرين بيروح هو وميساكا للبيت، وهم قاعدين بيقول لهم ابوه اللي اسمه جريشا ان هو هيروح يزور احد المرضى بحكم شغله انه دكتور يعني. لكن ميكاسا بتقول لهم ان ايرين عاوز ينضم لفيلق الاستطلاع. الام بتغضب عليه جامد وبتقول له اياك تفكر في ده تاني. ابو ايرين هو كمان بيقوم عشان يمشي، وبيقول لايرين ان لما يرجع هيوريه الاسرار اللي احتفظ بيها في القابو في السنين اللي فاتت. ايرين بيطير من الفرحه وبيستنى ابوه بفارغ الصبر. بيمشي ايرين عشان يروح يقعد مع صاحبه شويه، لكن بيتفاجئ ان في عيال محفله عليه ونازلين فيه ضرب، واول ما بيشوفوا ميكاسا وايرين بيطلعوا يجري من قدامهم، بيطمنوا عليه وبيروحوا يقعدوا مع بعض. وبنشوف ان الاثنين دول تفكيرهم متشابه وعاوزين يستكشفوا العالم الخارجي يوما ما، لكن المشكله ان الحكومه حاطه قانون من 100 سنه انه محرم على اي حد يخرج من السور ده والا هيتم اعدامه. ما هو كده كده هيتاكل يا معلم. بيقول ارمين لايرين هتعمل ايه لو فجاه السور اللي طوله 50 متر ده اتهد فجاه؟ الواد لسه مخلصش كلامه بالله صعقه جامده اتضربت قدام السور من بره. الصعقه فزعت العيال كلهم هم وباقي البشر، الكل بيقف ويبص يمة السور وهم في حاله ذهول، وبنلاقي دخان بيطلع من عند السور كده وشكلها حاجه جامده. وفجأة بيظهر لهم عملاق أطول من السور ذات نفسه، عملاق أطول من 50 متر. يا إلهي، اللي كانوا خايفين منه حصل فجأة، وهو ده اللي شكله هيبيد البشرية عن بكرة أبيها. العملاق بيرفع رجله جامد وبيضرب بوابة السور، البوابة بتخترق وبتتكسر وبتطير الحطام على الناس. العملاق الضخم ده فتح طريق للعمالقة الصغيرين دول عشان ياكلوا البشر. الناس عمالة تجري وتهرب وهم في حالة رعب، صريخ وعياط وألم وكل اللي يكرهه قلبك، إلا شخص واحد بس. أيوة ده ايرين، بيجري يمة البوابة وبيقول إن بيتهم قريب من البوابه. امي اكيد لسه بخير وما حصلهاش حاجه. ارمين بيحاول ينادي عليه، لكن هو كمان جسمه عمال يرتعش ومش قادر يتكلم. بيقول خلاص كده العمالقه دخلت السور وهتبيد البشريه كلها. ايرين بيوصل عند بيتهم وبيلاقي امه البيت متكسر عليها، بيحاول يرفعه من عليها لكن ما بيقدرش. امه بتقول له اهرب انت وانجب نفسك انت يا ايرين، حتى لو شلت الحطام ده من عليا فرجلي متكسره ومتدمره ومش هعرف امشي تاني. لكن بيبص قدامهم وبيلاقي واحد جاي عليهم. الام بتصرخ عليه عشان يمشي، لكن برضه ما بيسمعش كلامها. العملاق عمال يقرب عليهم خطوه ورا خطوه، ولسه ايرين برضه مش عاوز يتحرك من مكانه. في اللحظه دي بيجي واحد من حماة الاسوار واللي اسمه هانسا، بيقول لهم ما تقلقوش من العملاق اللي جاي ده، انا هروح واقتله. بيجري على العملاق ده لكن وفجاه بيتسمر مكانه. العملاق شكله خوفه جامد وبيرعبه مكانه، بيدخل سيوفه تاني وبيرجع ياخد ايرين وميكاسا وبيهرب بيهم.
امه بتنادى عليهم وبتقول لهم خلوا بالكم من نفسكم. وفي اللحظه دي ايرين بيشوف احزن منظر شافه في حياته، اللحظه دي اللي عمره ما هينساها ابدا. العملاق بيشيل امه من تحت الحطام وبيكسرها النصين وبياكلها قدام عينيه، اصعب منظر ممكن تشوفه في حياتك كلها. وفي اليمه الثانيه العمالقه لسه نازلين اكل في الناس التانيين، بيحاولوا الجنود دول انهم يدخلوا الناس دول من البوابه الثانيه عشان ينقلوهم للسور الثاني اللي هو سور روز، واللي بالهجوم ده تم اقتحام سور ماريا واللي بيعتبر الحصن الاول للمدينه كلها. في الوقت ده ايرين وميكاسا تم اخلاهم في سفينه ومتجه يم سور روز، لكن بيكون المراكب اللي هناك مش مكفيه عدد السكان وبياخدوا اللي بيقدروا عليه وخلاص شادين الرحال وماشيين. وفي نفس اللحظه بيسمعوا صوت خبطات جامده جدا، العمالقه عمالين يقربوا من البوابه الثانيه، الجنود عماله تهاجم عليهم بالمدافع لكن مفيش حاجه بتاثر فيهم. الجنود ما بتلاقيش غير حل واحد، انهم يقفلوا البوابه وخلاص ويضحوا بعدد السكان اللي لسه ما دخلوش. بيقرروا خلاص وهينفذوا الامر، لكن بيلاقوا عملاق شاذ واقف قدامهم، عملاق شكله غير العمالقه كلهم، عملاق مدرع بدروع ذهبيه كده. يا نهار ابيض، العملاق بياخد انفاسه وبيستعد وبيجري عليهم بسرعه جنونيه، المدافع بتشتغل عليهم من كل مكان لكن برضه مفيش تاثير عليه. الجنود بتحاول تهرب من العملاق لكن كان فات الاوان، العملاق بيفشخ البوابه الثانيه وبالجنود كلها. دي خلاص شكلها كده نهايه البشريه. وشويه تانية بنلاقي العمالقه الصغيرين هم كمان وصلوا للمينا. ايرين قاعد وبيشوف كل حاجه قدام عينيه وعمال يبكي، بيقول ازاي حصل كده؟ احنا من شويه كنا قاعدين بناكل انا وعيلتي والدنيا كانت تمام، ازاي كده وفجاه بنلاقي نفسنا في الشارع؟ ايرين بيقوم يقف تاني وعينيه محمله بطاقه غضب غير طبيعيه، بيقسم وبياخد عهد على نفسه انه هيبيد العمالقه دول من الوجود. وبكده تم اقصاء حوالي تلت البشريه. تعالوا بقى افهمكم حاجه بسيطه كده. الاسوار الرئيسيه دي هم 3 اسوار، ماريا وروز وشينا، دول هم الاسوار الكبرى اللي بتحمي البشريه من العمالقه. كل سور متصل به مجموعه من المدن الصغيره واللي اسمها مقاطعات. اول حاجه جه العملاق الضخم ده وكسر بوابه المقاطعه الاولى، بعد كده جه العملاق المدرع وكسر البوابه الرئيسيه بتاعه سور ماريا، وبكده فقدت البشريه ثلث ارضهم، وكل السكان اللي اخدوهم خدوهم على سور روز. ايرين وميكاسا وارمين هم كمان في مقاطعه من هناك والحال متدهور بيهم، الاكل بيخلص من هناك وبيحصل مجاعه بين الناس والكل بدا يضرب في بعضه. الملك بيقرر يبعت شويه من اللاجئين لمهمه انتحاريه وهي استعاده جدار ماريا، لكن المهمه بتبوء بالفشل، ومن 250 الف شخص ذهب للحرب رجع منهم اقل من 100 شخص، لكن ده فضل المجاعه اللي كانت موجوده ما بينهم. ايرين في الوقت ده بيقرر انه هينضم للجيش، وده ببساطه عشان يكتسب قوه اكبر وينهي على العمالقه. بينام ايرين عشان يستريح شويه وفجاه بيحلم حلم لابوه، بيحلم ان ابوه بيجبره انه ياخد حقنه وكمان بيديله المفتاح بتاع القابو بتاعه. بعدها بيقوم مخضوض على صوت اجراس المدينه اللي بترن، الواد بيبص وبيلاقي فعلا المفتاح متعلق في رقبته لكن ما بيهتمش بيه وبينفض له وبيمشي. بعد 5 سنين بيلتحق ارمين وميكاسا وايرين في اختبارات قبول الجيش، واللي بيتعكوا مع ضابط من هناك وما بيكونش معترف بيهم انهم هيكون من الجيش اصلا، يعني من الاخر كده هو معترف انهم هيكونوا وجبات سريعه للعمالقه. المهم بقى بنعرف ان في 3 فرق في الجيش، الاولى فرقه الملك ودي موجوده في اخر سور من الاسوار، ودول اللي بيحمي الملك وحاشيته، والفرقه دي ما بيدخلهاش غير الناس الاكثر كفاءه في الجيش وهم بيكونوا 10 اشخاص بس. الفرقه اللي بعدها دول حماة الاسوار، ودول بيكونوا مسؤولين عن حمايه الاسوار وبينظموا الدخول والخروج من البوابات، واللي كان منهم هنس. واخر فرقه بقى هي فرقه الاستطلاع، فرقه هدفها بس استكشاف العالم الخارجي والقضاء على العمالقه نهائيا. نرجع بقى لايرين واللي ادى اختبار اليوم وبيتعرف على زمايله، وبيروحوا يقعدوا مع بعض وبيتكلموا كلهم عن العملاق الضخم اللي ظهر فجاه ده واللي كان طوله اطول من السور نفسه. بيفتكر عمنا ايرين امه وهي بتتاكل من العملاق، وبيقول انه لازم يثبت قوته عشان ينضم لفيلق الاستطلاع ويبيد العمالقه كلهم. الكل بيتحمس وبيقولوا له احنا معاك يا معلم. بيجي تاني يوم والكل بدا يتعلم على ترس المناورات الثلاثيه الابعاد، وده جهاز بيمكن الشخص اللي حامله انه يطير باستخدام انابيب الغاز اللي بتولد قوه ضغط كبيره جدا تدفع الشخص بمساعده خطافات. الخطافات دي بتطلع من السيوف اللي هو ماسكها، يعني باختصار يمسك سيف يدوس على الزنات يطلع خطاف، يمسك في الجدار يطلع غاز ويطير. بس برضه الموضوع ده ما بيكونش سهل على ايرين وبيتخبط على دماغه وبيتعور كمان. بيشيلوها اصحابه وبيعالجوه، لكن هل ده يكفي لاستسلامه؟ لا والله، الواد ده عزيمته ملهاش حل. بيجي تاني يوم وبيقرر يتحدى نفسه قدام القائد بتاعه، وبيقول في نفسه لو ما استعملش الترس ده فمش هعرف اقاتل العمالقه. الواد امل وما بيخيبوش وبيتعلم الثبات وبيجرب الترس وبينجح فيه، والموضوع اخر جمدان. بيقول انا قربت، انا كده قربت خطوه من حلمي عشان ابيد العمالقه كلهم. ومع مرور الوقت بيكون ايرين واحد من افضل 10 اوائل في الجيش، لكن برضه بيقول لا انا عاوز اكون اقوى من كده. بيتعرف على شخص اسمه راينان وده بيكون شريكه في التدريب، وكمان بنتي اسمها اني وبيتدربوا مع بعض، لكن البنت دي بتكون قويه جدا وبتضرب ايرين
باسلوب قتالي كان اول مره يشوفه. الواد بيطلب منها انها تعلمه لكن بترفض. بيقرر هو من نفسه انه يتعلم الاسلوب ده باي ثمن. بيجي الليل وبيترشح ايرين للفرقه الملكيه، لكن ايرين بيرفض ينضم ليهم وبيقول انا عاوز انضم لفيلق الاستطلاع. انا ما جيتش هنا عشان افضل مستخبي جوه السور وخلاص، انا جيت هنا عشان ابيد العمالقه كلهم. الكل بيقفوا وبيسمعوه مذهولين من اللي بيقولوا. وبعدها اصدقائه وشويه من الموجودين بيقرروا انهم هينضموا هم كمان. بيعرفوهم القاده نقطه ضعف العمالقه وهي المنطقه اللي ورا الرقبه، لو قطعتوها العملاق هيموت على طول. بيطلع اول مهمه ليهم وهي انهم يظبطوا حاجات فوق السور، وعمالين يهزروا ويضحكوا والموضوع اخر روقان. وفجاه من حيث لا تحتسب بنلاقي فجاه صعقه بتتضرب من وراه. ده ايه ده؟ ايه العملاق الضخم ده ظهر من جديد؟ العيال كلهم واقفين ومصدومين ومش فاهمين ايه ده. ونفس ما عمل قبل كده بيخترق بوابه روس. ايرين والباقيين بيطيروا في الجو لكن بيلحقوا نفسهم في اخر لحظه وبيمسكوا في الجدار وبيتثبتوا عليه. ايرين بيفتكر اللي حصل معاه زمان ومع امه وبيشجع في زمايله وبيطير عليه. العملاق الضخم بكف ايده بيدمر كل المدافع اللي فوق السور. ايرين بيطير عليه وبيمسك فيه وبيزود الغاز وبيزود سرعته وبيطير عند رقبته، لكن وفجاه بيطلع منها بخار جامد وبيرجع ايرين كام خطوه لورا، لكن برضه الواد ماسك فيه وخلاص هينقض عليه. وفجاه العملاق بيختفي من قدامه. بيقول ازاي كده؟ بيظهر فجاه وبيختفي فجاه. ده برضه نفس اللي حصل قبل كده، ظهر فجاه واختفى فجاه. ايرين دماغه متشتته، لكن بيجي واحد من اصدقائه بيفوقه وبينادي عليه. قائد المجموعه بيوصل هو كمان وبيعرفهم انهم لازم يرجعوا للقاعده دلوقتي عشان يساعدوا زمايلهم في اخلاء الناس وحمايتهم من العمالقه. الاجراس بتدق والناس في حاله فزع ورعب وعمالين يجروا. نفس المشهد اللي من 5 سنين بيتكرر تاني. العملاق بيظهر فجاه وبيفشخ لهم الدنيا وبيختفي تاني. بقى حماة الاسوار واللي عندهم مدافع بيهاجموا على العمالقه من الخارج قبل ما يدخلوا. الجنود في القاعده بيستعدوا وبيحضروا اسلحتهم عشان يواجهوا العمالقه. العمالقه بالفعل دخلوا سور روز. الجنود جهزوا كل حاجه من اسلحتهم للامدادات بتاعتهم. الجنود انطلقوا لساحه المعركه. ايرين بيطير في الجو وبيفكر يهاجم من انهي جنب، لكن وفجاه بنلاقي عملاق بينط عليهم وبياخد واحد من اصدقائه ببقه. الرعب بيمتلك المجموعه من اهوال المنظر. ايرين بيغضب جامد على صديقه اللي مات وبيطير باقصى سرعه وعاوز يروح يهاجم عليه، لكن وفجاه بيطلع له عملاق من تحته وبياكل رجليه. ايرين بيتدرمغ على الارض وبيعلى احد الاسوار. باقي المجموعه هم كمان بيتقفشوا الواحد ورا الثاني. ارمين بيقف على احد المباني ومرعوب ومصدوم وشايف ايرين متقطع قدامه هو واصدقائه عمالين يتاكلوا الواحد ورا الثاني. وفجاه بيسمع صوت خطوات جنبه وبيبص كده بيلاقي عملاق جاله هو كمان. العملاق بيمسك بارمين وبيرميه في بقه عشان ياكله، لكن بيوصل ايرين بسرعه وبيمسكه وبيخرجه قبل ما يتاكل. بيقول لا انا مش هخليك تاكل صديق ليا تاني. وبوم العملاق بيقفل عليه وبيقطع له ايده كمان. ارمين عمال يصرخ ويعيط باعلى صوته. الصرخه دي سمعت ميكاسا واللي فهمت ان في حاجه حصلت لايرين. ميكاسا بتتحرك وبتروح عندهم وبتلاقي ارمين قاعد على جنبه عمال يعيط. بتساله فين ايرين؟ بيعرفها ان ايرين ضحى بنفسه عشاني واتاكل هو مكاني. البنت بتغضب جامد جدا وبتقرر انها لازم تروح تهزم العمالقه. باقي المجموعه بيرفضوا انهم يروحوا معاها لكن بتنفض لهم وبتمشي. بعدها الكل بيحس بالمسؤوليه انهم جنود وانهم المفروض يدافعوا عن البشريه. الكل بينطلق معاها وبيطيروا هم كمان. ميكاسا بتستخدم كتير من الغاز وبتزود سرعتها وبتقتل في العمالقه. البنت دي جامده على فكره، لكن المفاجاه ان الغاز خلص منها وبطاع على الارض. ارمين بيشوفها وبيطير يمتها. ميكاسا واقعه على الارض وفي ثواني معدوده بنلاقي العملاق ده جاي عليها، لكن ميكاسا بتلحق نفسها وبتقطع ايديه، لكن العملاق بتكف ايده التاني وبيديها على وشها بيطيرها بعيد. بتقف تاني وبتستعد وبتفتكر ذكرياتها هي وايرين، لكن وفجاه بنلاقي عملاق جاي من وراها وبيدي بوكس جامد جدا للعملاق التاني. بتبص قدامها كده وبتلاقي عملاق معضل كده وشكله زي العمالقه التانيين. بيفكرني هو كمان بالعملاق المدرع. العملاق ده بيصرخ صرخات جامده جدا وبيجري على العملاق ده وبيفضل يضرب فيه وبيقطع له رقبته كمان. ارمين بيشوف ميكاسا واقعه على الارض وبيجري بسرعه ياخدها على مبنى عالي. بيبص قدامهم كده وبيلاقوا العملاق ده بيتاخد وضعيه هجوم تشبه البشر. الثلاثه واقفين مذهولين من اللي بيحصل، وبضربه واحده منه على العملاق ده بيفصل دماغه عن جسمه. بيقولوا انهم لازم يستغلوا الوضع ده ويمشوا من هنا، لكن بيبصوا بيلاقي الغاز خلصان منهم وكمان مجموعه الامدادات محدش منهم جه خالص. بيقسموا الغاز اللي معاهم على ميكاسا وارمين، وكل ده عشان يوصلوا للقاعده اللي فيها الامدادات وياخدوا منها غاز من هناك. ميكاسا هتحاول تفتح طريق ليهم وتهاجم على العمالقه، وارمين هيشيل الواد ده ويوصلوا كلهم عند القاعده. وبينفذوا كده فعلا، ومع العملاق الشاذ ده بيقدروا ينجحوا. المجموعه الثانيه برضو الغاز قرب يخلص منهم وبيرجعوا للقاعده عشان يشوفوا فيه ايه. وبوم بيلاقوا مجموعه الامدادات كلهم قاعدين خايفين على جنب ومش قادرين يتحركوا. الواد جان ده بيغضب عليهم جامد وبيشتم فيهم، بيقول لهم صحابكم بيموتوا بره وانتم قاعدين هنا. وفجاه بنلاقي العمالقه دول كسروا عليهم الجدار. الكل بيترعب وبيصرخ ومصدومين من اللي بيحصل ده. العمالقه دول بتحوط المكان كله. بيقف القائد بتاعهم ده واللي اسمه جان بيقول هي دي النهايه، هنموت هنا بدون ما نعمل اي حاجه ولا ايه؟ لكن وفجاه بيلاقوا بوكس جامد جدا بيضرب في وش العمالقه دول. العملاق المعضل قد وصل يا صديقي، بيصرخ عليهم وكانه بيقول لهم الراجل فيكو جيلي. ارمين وميكاسا هم كمان بيوصلوا للقاعده. بيسالهم جان انتوا وصلتوا هنا ازاي؟ بيقولوا له كل ده بفضل العملاق ده، عمال يقطع في العمالقه اللي زيه مش عارفين ليه. العملاق بره نزل فشخ فيهم بالبوكسات وبالشلاليت والموضوع اخر جمدان. المهم بيعرفوا ان الامدادات بتاعتهم في الدور الاول اللي هو تحتيهم، لكن المشكله ان العمالقه الصغيرين واللي طولها 3 امتار دخلوا المكان تحت. بيلاقي جان في المكان ده اسلحه حرب واللي هي بنادق. بيعمل لهم ارمن خطه عشان ينزلوا تحت. الخطه بتتمثل انهم هينزلوا
على الرافعه ويضربوا على العمالقه دول في عينيهم عشان يعموهم، وبعضا منهم هينقض عليهم من وراهم وهيقطعوا رقبتهم. الكل بيوافق على الخطه دي وبينفذوها فعلا، وبينزلوا كلهم وبياخدوا الامتداد اللازمه اللي هتساعدهم يرجعوا للقاعده الرئيسيه تاني. لكن وهم واقفين بيبصوا وبيلاقوا العملاق ده مضروب ومتقطع والعمالقه التانيين عمالين ياكلوا فيه. بيوصل راينر هو كمان، بيقولوا ان العملاق ده ما ينفعش يموت وده وصلتهم الوحيده عشان يقتلوا كل العمالقه دول. لكن وفجاه وهم بيتكلموا بيلاقوا العملاق ده بيصرخ جامد وبيروح يعض العملاق ده من رقبته، وبنشوف ان العملاق ده اللي اكل واحد من مجموعه ايرين. العملاق ده ماسك العملاق التاني ببقه وعمال يهاجم عليهم لحد ما فجاه بيصرخ جامد وبيقع على الارض. بيبصوا عليه فجاه وبيلاقي بخار طالع منه وفي شخص طالع منه. بنتفاجئ كلنا ان ده ايرين. ايوه ده ايرين بجد. ايرين طلع لسه حي، الشخص اللي اقسم انه هيبيد العمالقه كلهم وهيحرر البشريه، ايرين ييجر. بس ازاي ايرين لسه حي بعد ما كلنا شفنا انه اتاكل من العملاق؟ كل ده هنعرفه في الفيديو الجاي. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو. الفيديو الجاي هيكون هو عن انمي هانتر وبعد كده مانجا وان بيس. عاوز اقول لكم اني راجع بقوه في المانجا مع الكلمات الكتيره اللي جمعتها من هنا ومن هنا. هعمل لكم فيديو اسطوري، يعني من الاخر هعمل لكم فيديو فوق الجمدان. خلي الحماس ده شغال عندكم لحد الفيديو الجاي، وما تنساش تعمل لايك واشتراك وكومنت عشان رايك بيهمني، واوعى تنسى انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسلام.